أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الأخبارية، وهذا أبرز عنوانها لأصحاب سيارات المازوت. خبر سار من الحكومة في التفاصيل. في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء على قطاع السيارات بالمغرب، قررت الحكومة تأجيل تطبيق معايير يورو 6 الصارمة على السيارات الجديدة لمدة عامين. وكانت هذه المعايير من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية عام 2025، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة مثل التضخم وصعوبة الحصول على الوقود دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار. تفاصيل التأجيل: المصادقة على السيارات. سيتم تأجيل تطبيق معايير يورو 6 على عمليات المصادقة على السيارات لمدة 24 شهراً. تسجيل السيارات: أما بالنسبة لتسجيل السيارات التي تنتمي إلى فئات الشاحنات والحافلات، فسيتم تأجيل التطبيق لمدة 36 شهراً. أسباب التأجيل: الظروف الاقتصادية العالمية. تشهد العالم حالياً ظروفاً اقتصادية صعبة مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، مما يؤثر على قطاع السيارات. مطالب المهنيين: جاء قرار التأجيل استجابة لمطالب مهنيي قطاع السيارات الذين أشاروا إلى أن تطبيق المعايير الجديدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير. تأثير التأجيل على برامج تجديد الأسطول: يؤكد المشروع الحكومي الجديد أن تأجيل تطبيق معايير يورو 6 سيؤثر سلباً على نجاح برامج تجديد الأسطول مثل برنامج سيف أوتوكار الذي يهدف إلى تحسين سلامة النقل الطرقي، وذلك لأن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة سيجعل من الصعب على المهنيين تجديد أساطيلهم. يعتبر قرار تأجيل تطبيق معايير يورو 6 خطوة مؤقتة تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع السيارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يؤثر سلباً على جهود المغرب لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث.